من دلوقتي الشقق مش كلها زي بعض، القانون صنفها لفئات وحدد لكل فئة إيجار وحد أدنى وزيادة سنوية. الفئة الأولى المناطق المتميزة واللي بنقول عليها المناطق الفاخرة، القيمة هتكون 20 ضعف الإيجار القديم، والحد الأدنى 1000 جنيه شهريا، والزيادة السنوية هتكون 15% كل سنة. الفئة التانية المناطق المتوسطة القيمة، هتكون 10 أضعاف الإيجار القديم، والحد الأدنى 400 جنيه شهريا، والزيادة برضه 15% على كل سنة. الفئة التالتة المناطق الاقتصادية أو الشعبية، ودي هتكون 10 أضعاف الإيجار القديم، والحد الأدنى 250 جنيه شهريا، والزيادة السنوية برضو 15% على كل سنة. خلي بالك لغاية ما اللجان الحظ تخلص التصنيف النهائي للمناطق في خلال 3 شهور إن شاء الله هتخلص الموضوع ده. كل الوحدات بتدفع إيجار مؤقت 250 جنيه في الشهر، يعني القانون ما سابش ثغرة، حط نظام واضح من أول يوم. باختصار القيمة الإيجارية هتكون في المتميز 1000 جنيه على الأقل، وفي المتوسط 400 جنيه على الأقل، والاقتصادي أو الشعبي 250 جنيه على الأقل، وكلها بزيادة 15% سنويا. القانون هنا بيوازن بين حق المالك والمستأجر وبيعمل على استقرار سوق الإيجارات. تابعوني علشان هشرح قريب ازاي اللجان هتحدد فئة كل منطقة وإيه المستندات المطلوبة لذلك. شكرا والسلام عليكم.